سني 28 سنة. تمام. جيت عن طريق الفيسبوك. اكتشفت على الفيسبوك في الصفحة. تمام. لقيت مركز الأستاذ محمود الجندي. تمام. فبصراحة ما كنتش لاقي حل للصلعة بتاعتي، فجيت عن طريق يا جماعة احنا النهارده معانا أستاذ وليد اهوت، هنحاول نعمل له الشبكية. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، بتبقى تركيبات شعر ثابتة بيقدر العميل يمارس حياته طبيعي جدا، مفيش أي مشكلة. سباحة، استحمام يومي بيمارس بيها الرياضة، مفيش أي مشكلة. اوكي، احنا دلوقتي بنثبتها له من قدام. في عندنا كذا نوع تثبيت، بيبقى عندنا الجوست بوند وفي النوتيف. النوتيف ده بيبقى مدته اسبوعين، الجوست بوند بيبقى مدته 4 اسابيع، وبيتحط عليها الدبل على اساس دي مده تثبيت اطول بكتير. اوكي. يا جماعه كده احنا ثبتناها على الراس كلها، بنشدها حته حته. بص، وبعد تثبيتها بس طبعا المنظر بيبقى صعب جدا لان الشعر كله طويل. بنقصها وبندمجها تماما مع الجناب واللي ورا اصلا ما يبانش اي فرق، يبقى الشكل طبيعي تماما تماما. اوكي. بس يا جماعة احنا كده تقريبا خلصنا. عملنا كل اللي عملناه ان احنا دمجنا الشعر ببعضه على اساس يدينا المنظر الطبيعي، يقدر يتعامل طبيعي جدا زي ما انتم شايفين كده. مفيش اي فرق بين الشعر الجديد والشعر بتاع الجناب. كويس. والشعر ده شعر طبيعي 100%. هتقدر ان انت تحط عليه جل يوميا، تعمل سشوار، مش هيبقى فيه اي مشكلة معاك خالص. كويس. وزي ما انتم شايفين كده، لو نقرب الكاميرا شوية هنا هنلاقي ان الجذور بتبان عادي تماما كأنه جلد راسك بالظبط. للتهوية مفيش اي مشكلة خالص. كويس. لحظة اهوت. اوكي، بص هنا كده، تعالى بالكاميرا هنا اهو. ده جلد الراس، مفيش اي مشكلة خالص. نفرقه من هنا اهو، مفيش مشكلة. كويس. الشعرايه دمجناها مع الجناب. لو الكاميرا تجيب الشعر اللي في الجناب هتلاقي ان هو مفيش اي فرق خالص بين الشعر القديم والشعر الجديد تماما. استاذ وليد قلب بهاء سلطان. بس عايزين بقى ناخد راي استاذ وليد. ايه رايك يا استاذ وليد؟ صراحة الفكرة جميلة جدا وفرق كبير قوي يعني. خلى الستايل كل واحد مع بعضه، بجناب من ورا من قدام. تسلم ايد الاستاذ محمود. احيانا نبص بالكاميرا هنا كده. مبسوط تمام يا استاذ وليد؟ الحمد لله يا باشا. ده احسن من اللي انت كنت تتمناه ولا ايه تمام رايك؟ تمام تمام. تمام قوي.